انت عارف انك عندك عقلين، واحد في راسك والتاني لا، تعال انا هقولك فين. كلنا عارفين ان عندنا مخ فوق في راسنا، ده المسؤول عن اتخاذ القرارات والتفكير، وعارفين برضو ان مش كل الناس بتشغله او مش كل الناس عارفه تشغله، وفي ناس بتحاول تشغله علينا بس احسن لها ما تشغلوش. طب تعرف بقى ايه الجزء الموجود في جسمك ويحتوي على خلايا عصبيه اكتر من الحبل الشوكي، وبيشتغل بطريقه مستقله عن الجهاز العصبي المركزي؟ فكر تاني، انا هقولك. الامعاء تحتوي على ملايين الخلايا العصبيه، وعلشان السبب ده بقى بيطلق عليها الدماغ التاني. بس العقل اللي فوق والعقل اللي في الامعاء بينهم طريق رايح جاي. الاحساس بالخوف او الالم، او لو عندك امتحان ومتوتر، او عندك ديت ولا حاجه، ايه اللي بيحصل لك؟ بطنك بتوجعك. ومن بين العوامل اللي بتربط الامعاء بحالتنا المزاجيه هو انتاج من 80 ل 90% من السيروتونين في الامعاء. والسيروتونين ده لو انت ما تعرفش فهو الهرمون المسؤول عن السعادة في جسمك. القولون مثلا اهو حاجة في البطن والامعاء، لكنه مرتبط بعقلك، بيفكر في ايه وايه اللي شغلك، متوتر ولا متضايق ولا حزين ولا فيك ايه بالظبط. تقوم انت تزعل من هنا، القولون العصبي يزعل معاك من هنا. وبص دلوقتي بقينا بنسمع قد ايه ده فلان عنده قولون عصبي، لو متضايق او متعصب او متوتر هوب قولونه يتعب وينتفخ ويأثر على موده. وعندك مثلا تعب المعدة والقولون اللي بيحصل لناس كتير من غير ما تعرف ايه أسبابه. كل ده بيندرج تحت مصطلح اسمه الأمراض السايكوسوماتية. والأمراض اللي اسمها غريب دي بتبقى اضطرابات الأعراض الجسدية اللي بيبقى سببها المرض النفسي، اللي ممكن يسيب أي شخص حصل له صدمة مثلا أو زعل شويتين. وللأسف الطب ملقاش تفسير واضح يقدر يعالج بيه الأمراض دي، لأن سببها نفسي أكتر. يعني مثلا لو حد حس بألم في الصدر ممكن نقول إنه عمل مجهود شوية فتعب عادي يعني، إنما الأعراض النفسية بتأثر على الجسم لأنها بتسبب اضطرابات لجسم الانسان، فبالتالي بتزود نشاط النبضات العصبيه اللي بترسلها الدماغ لجميع اعضاء الجسم، وده بيسبب الم في عضو من اعضاء الجسم زي القولون او المعده او الصداع النصفي. بس لو راح بقى الشخص ده كشف عند دكتور مش هيلاقي اي مرض عضوي، يعني مثلا مش هيلاقي معدته وجعاه عشان كل اكل فاسد مثلا، هو هيلاقي في المعده الم شديد بس ملوش سبب. ساعتها الدكتور هيقعد معاه كده ويساله انت زعلان من حاجه؟ في حاجه مضايقاك؟ وده بقى معناه ان بالبلدي كده عقلك اللي فوق مأثر بالسلب على اخوه عقلك اللي في الباطن. عشان كده لازم نكون مدركين كويس ان صحتنا النفسيه وروقان دماغنا بالدنيا، لان جسم الانسان هش جدا، والزعل والتعب والضغط بتفتفت في جسم الانسان حته حته، واحنا اصلا كلنا ماشيين بعلاج. قول لي انت بقى في الكومنتات، لما بتزعل شويه او بتتعب نفسيا ايه الاعراض الغريبه اللي بتحصل لك جسديا؟ وهل لما بتروح لدكتور بيعرف يفسرها؟